إسماعيل الليثي جاله ناس كتير قوي في عزا ابنه ضاضا، منهم بقى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وأهل المنطقة ورضا البحراوي وسمسم شهاب. كل واحد من الفنانين كان ليه موقف مميز في العزا، منهم اللي قعد على جنب ومن كتر الصدمة ما كانش قادر يتكلم ولا يرد على حد، ومنهم اللي قال لإسماعيل مش هسيبك وهفضل معاك. ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل اللي حضر العزا وكان ليه موقف مميز، وزوجة بقى عصام صاصة اللي كانت رايحة تقف جنب شيماء أم ضاضا. تابعوا بقى معانا الفيديو ده وهحكي لكم كل التفاصيل. إسماعيل الليثي عمل لابنه ضاضا عزا كل مصر تقريبا كانت هناك، أهل المنطقة في امبابة والعيلة بتاعت إسماعيل وأهل زوجته اللي كانت منهارة. ومش ده المهم، الأهم بقى إن الفنانين اللي راحوا العزا كل واحد فيهم كان ليه موقف معين، زي رضا البحراوي ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل وكمان حمادة الأسمر. ومش بس كده، ده كمان محمود الليثي عمل موقف من أصعب المواقف اللي حصلت واللي فكرت إسماعيل الليثي بالوجع اللي حسه لما ضاضا رحل عن الحياة. محمود الليثي حب يعمل واجب مع إسماعيل الليثي فزود الوجع اللي عنده برحيل ضاضا. نشر على حسابه على موقع التواصل انستجرام فيديو لضاضا. الفيديو ده بيوضح آخر موقف حصل بين إسماعيل وضاضا، بإن ضاضا في حد قال له أبوك زعلان ومتضايق فإيه رأيك نفرفشه شوية؟ قال له يلا بينا. المهم إنه راح وقف بين إيدين إسماعيل وقال له أنا سمعت إن أنت زعلان، بس أبو ضاضا ما يزعلش وضاضا موجود، وأنا قلت لهم إني هفرفشك. المهم ان ضاضا قال لابوه قلت للي قال لي انك زعلان خد مني وما تراجعش ورايا، انا هفرفشك. يا عم انت بتقول سألت كل المجروحين، لا انا بقى هقولك. اسماعيل ابو ضاضا اهو، والواد حلاوه اهو، ضاضا فرفشه اهو، مفيش حد يقدر يزعلك يا بابا طول ما انا عايش. وده كان الموقف المؤثر اللي عمله محمود الليثي. لكن رضا البحراوي وسمسم شهاب وكمان نقيب الموسيقيين كان ليهم موقف مختلف تماما في الموضوع ده. فرضا أول ما راح العزا سلم على الناس وما كانش قادر يمسك نفسه من العياط لما سلم على إسماعيل، وخد بعضه وراح قعد في جنب لوحده، ما بقاش قادر حتى من كتر الصدمة إنه يكلم أي حد، لأنه بيحب إسماعيل من زمان وضاضا كان الفرفوش اللي في وسطهم. أما بقى سمسم ففضل حاضن إسماعيل وقال له أنا مش هسيبك، ضاضا غالي علينا كلنا، بس معلش ربنا قدر كده وده قدر. لكن نقيب الموسيقيين أصروا إنه يروح يعزي ويعمل الواجب، قعدوا كان باين عليه الحزن الشديد. لكن زوجة عصام صاصة رغم الضيقة اللي هي كانت فيها راحت عشان تقف جنب صاحبتها شيماء سعيد وكمان تقدم الواجب وتساندها كمان في محنتها. رحم الله ضاضا وربنا يصبر أهله ويلهمهم الصبر والسلوان.